السلام عليكم الاخوان. حاليا يلاه سال الماتش ما بين بارسا ونيوكاسل. خصنا نهضروا عليه شويه. الماتش اللي الصراحه البارسا جات من فخ التعادل، مش من فخ التعادل، ما اصلا تعادل، من خساره فضيحه ماشي تا خساره، بحكم ان البارسا ما لعباتش، حرفيا ما لعباتش، وكانت معاونه انا نيوكاسل باش انها تربح بعامل الارض والجمهور. نيوكاسل عندها جمهور قوي الصراحه بزاف، اللي شحال هادي ما وصلوا لهاد المرحله في دوري ابطال، واللي اصلا مده ما وصلوا له. اذا زولنا هاد العام والعام الاول قبل منا كان شي تقريبا شي 50 عام. بداو التشكيلات، عندك البارسا 4-2-3-1 بحال ديما، غير هو عنده غيابات عنده فليك عنده غيابات كتار في الدفاع. عندك إيريك غارسيا، كريستنسن، كولدي وبالدي. على باش دار خوان غارسيا، كانسيلو. مفاجأة الكبرى اراوخو ظاهر. اخر مرة شفت اراوخو ظاهر كان تشافي مازال في البارسا، وهاد الفكرة ديال تشافي باش كان كيشد فينيسيوس. كيفاش اراوخو ظاهر؟ بغى يلعب اراوخو ظاهر بحكم ان لينا فصارد ان ايديها غيبدا بغوردون، وغوردون كيجري مع إيلانغا في الجناب. اوكي، وكانسيلو كيعطي في كظهير ايسر حسن من ظهير ايمن. هادشي علاش خلاه تما، وبغى يبني بجيرارد مارتين مع كوبارسي. واخا ندوزو لوسط الميدان اللي عنده بيدري وبرنال، هادو من جوج وثلاثة يامال رافينيا وعشرة فيرمين، وليفاندوفسكي مهاجم صريح بوحدو واخد راحته ما كيدير والو. ولكن صراحة ليفا ماتش مزيان. انا بالنسبة لي ليفا دار ماتش مزيان. اصلا البارسا ما هجماتش باش اننا نلومو ليفا، نلومو على كرة وحدة هذيك اللي حطها له رافينيا وجابها بعيدة شوية. هي اصلا انت ما كتهجمش، كيفاش بغيتي تماركي في هجمة وحدة؟ جميع اللاعبين ديال البارسا كانوا اورجو، حرفيا كانوا بعادين خارجين من الماتش، ما كيديروا والو، حرفيا ما كيديروا والو، كيتفرجوا كيجروا علينا في رجليهم. اللي شفتو صراحه لعب من نيتو كانسيلو، خوان غارسيا، غير هاد الجوج ما مش جيرارد مارتين، جيرارد مالديني. مارتين راه الناس ما مقدرينش القيمه اللي دار لنا مارتين في البناء ديال الهجمه من اللور وفي القطاع د الكوار. احسن من كوبارسي في القطاع د الكوار، والله حتى احسن من كوبارسي. كوبارسي حيتاش النفيخ داكشي اللي داروا له عام الاول وصافي. بالنسبه لنيوكاسل، نيوكاسل دخلوا بتشكيله ديالهم عاوتاني ديال 4-2-3-1. كان الغياب الابرز هو ان غوردون خلاه شونجمون. غوردون هو ثاني هدافين ديال دوري الابطال، هو اكثر من لاعب مساهم في دوري الابطال لنيوكاسل ما بين اسيستات وبيوت، تقريبا شي 13 عنده. شونجمون السبب علاش ما عرفناش. وعندك فولتمات حتى هو بقى شونجمون ما دخلش. ندوزو المباراة. مباراة الصراحة بدات بالنسبة للبارسا، البارسا بحاولوا يهجموا شوية. لقيت اللي قطعوا نيوكاسل كرة، بداو بالكونتر اتاك. الكونتر اتاك الاولية الثانية الثالثة الرابعة هما كيضربوا بالكونتر اتاك، وكيقدوا انهم يبداو الهجمة من الخلف. نيوكاسل كتبني هجمة من الخلف وكتضرب لك الاطراف وكدير لك ضغط عكسي. فهم انت؟ نيوكاسل وافتير انا شوف نيوكاسل بديك الجمهور هذا يقدروا يديروا هذا المستوى الخارق اللي بانوا به صراحه، غير ما عندهم رعونه هجوميه حتى هما عاوتاني ما كيفهموش يكملوا الكره. وشحال من كره راسهم راس بوطو ضاعت صراحه. كاين شي اغلاط تحكيميه في الاوفسايد بهذا الشيء. هجمات كيضربوهم نيوكاسل مثلا كيجبدوا خوان غارسيا كتمشي كورنير، حكم كيعلي الرايه ديال اورجو، ولكن ملي كتعاود الاعاده كتلقاها انها ما كانش اورجو، يعني خاصو يتلعب كورنير، ولكن ما يمكنش تشوفها بالعين المجرده. تقريبا بانوا لي شي ثلاثه الاغلاط هيدا تعاودوا. هجمه ديال نيوكاسل خاصها تلعب كورنير من بعد، حيت خوان غارسيا شدها. خوان غارسيا مباراه خياليه عاوتاني بحال ديما. خوان غارسيا لو ما كانش في بارسا كنت تلقى البارسا هذا العام كتلعب على الرابع، على انها غير تاهل تشامبيون العام الجاي. ما هادشي راه ما غتلعبش فيه، التاهل هذا راه ما غاتلعبش فيه. بعض اللقطات اللي غنهضر عليهم بعجاله حيت حاليا مشغول ما نقدرش نهضر شويه على الماتش بزاف. من بعد غنبقاو نديرو لايفات غنهضروا مزيان. لامين يامال ما فهمتش انا علاش مني كينزل شي ستوري في انستغرام، كينزل على اي شيء اي حاجه يجبد عليها هضره، اي ماتش يجبد عليها مشى غيطفى، كيطفى حرفيا كيطفى. رافينيا رجع للزمن الهنود عاوتاني. هذا حجره بحجره كيضرب حجره بحجره. عندك داك الكره اللي طاح فيها تريبي، جا كيدير ما عرفتش علاش، واي داها حيت تريبي طاح.
رافينيا في الضغط كان ضعيف شويه، ماشي هو شوف هو ضغط مزيان ولكن ماشي ديك رافينيا اللعبيه الصراحه كاملين ضعف. وباش تعرف ان الضعف ديال البارسا كبير، البارسا منين ما لقاوش حلول هجوميه دفع فيران توريس. بالنسبه للتغييرات صراحه ما حدثوش فرق بزاف، من غير صراحه الدخول د راشفورد صراحه حرك الجبهه اليسرى هذا الماتش كثر من رافينيا، حرفيا كثر من رافينيا. دخل هجم جوج هجمات ولا ثلاثه كانوا قراب. وداني اولمو ملي كيكون الفريق متكتل دفاعيا شويه اللور خصك تدخل له اولمو كيفهم يدخل. فيرمين خصو مساحات، ولكن اولمو في التكتل الدفاعي كيفهم يهرسو. اولمو بحال كانسيلو، بالدي كيقدر يضرب مساحات، كانسيلو كيضرب التكتل الدفاعي. هذا الفرق ما بين اولمو وفيرمين. يعني اولمو يمكن الماتش الجاي يقدر يبدا به او يخليه ورقه رابحه بحال هكا في الشوط الثاني، يقدر يجيب لنا ضربه جزاء اللي ضربها لامين جمال. بالنسبه لنيوكاسل هدف يدرس، حرفيا هدف يدرس. لعبوها في الجهه اليسرى، دقه دغيا عرضيه فالنسكي ماركي الهدف الاول يحتفلوا به. غير هو السؤال اللي عندي علاش الحكم خرج اراوخو؟ حيتاش بالنسبه للبيت هذيك الجهه اللي واقف فيها فالنس راه تما كيكون واقف اراوخو. لقيت لي اراوخو مورا ما طاح ودار ديك اللعبه دي الحكم قال له عاود خرج، وقف اراوخو قال له صافي وقف مورا خرجوا. لقيت لي خرجوا وتسنى واحد شويه عاد قال له دخل، لقيت لي دخلوا اراوخو ما كانش وصل للكاري والبيت تماركا واراوخو مازال ما جي في الطريق. يعني ما انا هذه الصراحه هذه الحاله هذه ما عارفش القانون ديالها بالضبط 100%. اللي عارف يكتبوا لي في كومونتير باش نعرفوا علاش زعما الحكم عاود خرج اراوخو مورا ما دخلو. وهادشي اللي خلى له اراوخو ما كاينش في الكاري، وديك الجهه اللي تماركا من البيت كيكون فيها اراوخو. ما فهمناش علاش. الحاجات الايجابيه اللي استخلصوا من برشلونه من هذا الماتش هو انه خرج بالتعادل، والتعادل بطعم فوز. علاش؟ حيت نيوكاسل كيكونوا قاصحين في تيرانهم بزاف، برا تيرانهم كيضعفوا. حيت ديك الحماس الجمهور ويل جرين طاو كذا هو اللي كيدفعهم بزاف صراحه. برا تيرانهم كيضعفوا. ولكن كاين بوان فيبل هو برنال شكوك حوله. كان اللقطه اللي طاح فيها برنال ودخل كاسادو كتلقى ان البارسا ماتت في وسط الميدان واحد الدرجه ماشي عادي، بحكم ان عاوتاني فليك خاف على بيدري. خصنا نرتحوا بيدري. الماتش الجاي راه عنده سيفيا واخا في كامبنو، سيفيا في الماتش الالي راه غلبوا ب4-1. مني خرج بيدري دخل فعاودو داني اولمو باش يرتاح بيدري، وخرج دابا من بعد برنال دخل كاسادو حيت برنال حس بشد عضلي. بارسا ما بقاتش قاده تخرج من الضغط بتاتا، حرفيا خروج من الضغط بتاتا ما كاينش. وهادشي كامل راجع الاحسن لاعب كاين حاليا في العالم في الخروج من الضغط ما كاينش، فرانكي دايونغ. بيدري احسن لاعب وسط في العالم ولكن احسن لاعب في الخروج من الضغط ماشي بيدري، دايونغ. الطريقه اللي كيخرج بها دايونغ من الضغط كتخلي ان بيدري يكمل داكشي اللي كيبداه دايونغ. هذا باش كيبان بيدري واعر. بيدري ودايونغ راه كيكملوا بعضياتهم. اما باش دايونغ يدير الخدمه ديالو ملي كيكون بيدري ما كاينش، دايونغ كيدير الخدمه ديالو والخدمه د بيدري، اولا بيدري ملي كيكونش دايونغ كيدير الخدمه د دايونغ الخدمه ديالو، كتلقى النقص. حيت صراحه بيدري ما يقدرش يخرج من الضغط بديك الطريقه اللي كيخرج بها دايونغ، اولا كيعاونوا بعضياتهم الخروج بالضغط. حاليا انا اللي لاحظت هو ان البارسا ملي كتجي الضغط نيوكاسل كترجع بك. نيوكاسل كيحركوا لا ليني ديفونس اللور، وكيزيدوا لا جويلينتون كيرجع شويه اللور من الجنب، كيلعبوا 1 2 3 اون سول توش. جويلينتون كيطلع يكمل. كتلقى ان يامال رافينيا ليفا ومعاهم حتى فيرمين 4 اللاعبيه ديال البارسا قدرت تستثنيهم صافي اكسكلي كاع ب4 لي باس خرجتيهم كاع. شحال غيبقاو لك؟ نحيدو خوان غارسيا حارس كيبقاو لك 6 كونترا نيوكاسل، حيت 4 بقاو اللور عاود خصهم يرجعوا يجريو. هذه الطريقه اللي ضرب بي ديك البريس اكسيسيف اللي كان كيدير فليك على نيوكاسل. فهموا انهم يهرسوه ويضربوك بكونتر، بحكم ان ايلانغا شحال كيجري شحال كيدردق. وما اصلا البارسا داك
الاوفسايد تراب خدمهم بزاف هذا الماتش، حيت شحال من هجمه عنا الحكم الرايه، ولكن واخا هكاك دفاع لا يطمن. لا يمكن ان البارسا بدي هذا العام دوري ابطال اوروبا بهذا الدفاع، او الفينال وكيبان بعيد. راه غادي تلعب مع اتلتيكو مدريد، راه غالبين بخمسه، واخا داك خمسه راه ثلاثه د البيوت راه من توتنهام ماركاهم في راسهم. المشكل عند البارسا هو ان عاوتاني ديونغ ما يكونش في ماتش العوده. اذا برشلونه تاهل عاد غيلعب الربع النهائي في يد الله. سمحوا لنا ما نقدش نصور بزاف والله الا مشغول، وعاد نمشي نعس دغيا. يلا نمشيو نتسحروا كدا، رمضان كيكون تاخد الوقت. هذا ما كان، تلاقاو في فيديو جديد. تهلا.